أحمد مكي اختفى فجأة ورجع تاني. تعالوا نشوف أسباب اختفائه. أحمد مكي اتولد في 19 يونيو سنة 1978 في وهران في غرب الجزائر، لأب جزائري وأم مصرية. بعد انفصال والدته عن والده جه لمصر وعاش مع والدته، وعاش معظم حياته في مصر، ونشأ في حي الطلبية. طبعا كلنا نعرف ان هو الاخ الاصغر للفنانة ايناس مكي. بدأ حياته الفنية كمخرج، وهو اصلا متخرج من معهد السينما قسم اخراج، واخرج عدد من الافلام القصيرة زي ياباني اصلي والحاسة السابعة. اول بطولة مطلقة ليه كانت سنة 2008، وكان طبعا فيلم اتش دبور. قدم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية مع الفنانة دنيا سمير غانم والمخرج أحمد الجندي. أحمد الجندي ابن الفنان محمود الجندي. طبعا قدموا مع بعض سلسلة من الأعمال الناجحة زي تيرنتا، لا تراجع ولا استسلام، وكمان حلقات مسلسل الكبير قوي بأجزائه الخمسة. أحمد مكي اشتهر بأغاني الراب، وله أغاني عديدة أشهرها أغنية قطر الحياة. أما عن سبب اختفائه لفترة عن الأضواء فكان لأسباب مؤلمة جدا. بعد ما رجع أحمد مكي كشف عن أسباب غيابه، وهو إصابته بفيروس لا علاج له في العالم، والفيروس ده من نوع ABV، وده بينتقل عن طريق المياه وبيصيب الكبد والطحال والرئة. مكي قال في حوار صحفي: حصل لي ظرف وحش جدا والحمد لله عليه جدا، عييت وجالي فيروس وفضلت قاعد عليه كتير وما كنتش بتحرك، ونزلت 30 كيلو، ضرب لي الكبد والطحال، وكنتش حتى بعرف اشرب المية. في الوقت ده ما كنتش قادر حتى اشرب المية، وكنت باخد طعامي عن طريق الوريد، ودخلت في شبه غيبوبة على مدى شهرين. وكمان أضاف مكي: أتذكر المرة الأولى التي اختبرت فيها شعور شرب المية، كانت شفتي متشققين، واضطررت بسبب ذلك لأخذ مسكن للألم حتى أتمكن من شرب المية. والفيروس ده اتنقل لمكي عن طريق تبادل زجاجات مياه الشرب مع الفريق الذي كان يتدرب معه على رياضة البوكس. ودي صور لمكي وصديقه الفنان أحمد حلمي، وصور لمكي أيضا مع محمد منير. للاستمرار والمتابعة اشترك في قناة شوف واتفرج، وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا للمتابعة.